البرلمان الليبي، البرلمان يا ولاد اللي منتخب من الشعب، انا تشككت في هذا الامر ان البرلمان ده منتخب من الشعب حقيقة، يطلب التدخل الدولي في ليبيا ويقول لك ما يحدث في ليبيا اكثر خطورة مما حدث سابقا وادى الى التدخل الدولي. انا مش عارف الشعب الليبي لماذا لا يخرج في الشوارع ويقلع الجزم وينزل على دماغ اعضاء البرلمان بتاعه. يعني ده مش عار، دي عمالة وعار كامل ان يأخذ طب ما كان لو هو برلمان وطني كان يقول نناشدكم بتدخل عربي، ولا هم العرب دول مكسحين، ولا العرب دول ايديهم مقطعه، ولا العرب دول ما بيحرقوش مكانهم. طالب لي تدخل دولي؟ يهبل يهبل يا ابو رياله. ما تشوف اللي حصل في العراق من التدخل الدولي. لما تطلب تدخل دولي هيحصل عندك نفس الوضع. والخطه تقسيم ليبيا الى 3 دول وممكن 4 دول. وانا زعت الخرائط دي كلها، انا زعت خريطه تقسيم مصر وتقسيم ليبيا وتقسيم السودان وتقسيم سوريا وتقسيم العراق. لما جبت السبوره ووقفت اشرح على الخريطه وبعدين رسمت خريطه بايدي انا. الكلام ده من 3 سنين، اللي الناس دلوقتي بتقول لك هنطلع مستندات. امال انتوا كنتوا فين ايامها؟ يالا كنتوا شاربين بانجو ولا كان عندكم اسهال قاعدين في الحمام؟ حاجات غريبه جدا. يقول لك هنطلع مستندات ايه يا مخبول انت وهو، يا معتوه انت وهو. مستندات ايه ده؟ انا زايحها من 3 سنين. الخرائط الرسميه لتقسيم مصر وليبيا وسوريا والعراق واليمن